بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير جميعا يا رب. النهارده عندنا فيديو جديد حلو ومشوق وكل نشاط ان شاء الله وحيوية. عندي هنا هنعمل ميني كرواسون، بس الاول هنبدأ بالتنظيفات وبعدين مكافأة للعيال عشان ساعدوني، قلت اعمل لهم شوية ميني مولتو. عندي هنا هم ما شاء الله الدنيا دي كلها كانت متلخبطة كده. طبعا عشان العيد كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويعود عليكم الأيام بالخير والصحة والبركات والسعادة إن شاء الله. دي كان الأكياس بتاع المخدات والكنب البلدي ده كنت مقلعاها طبعا غسلاها، ورايحين نلبسوها وننظفه يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش، بالله عليكم حطوا اللايك عشان اللايك يرفع الفيديو ويخلي القناة تقترح للناس تشوفها يعني. فصلوا على النبي في الكومنتات وحطوا لايك، الله يرضى عنكم ويصلح حالكم يا رب. ولبسنا المخدات الاول. صراحة انا يعني ما ليش في الانترهات والركن والحاجات دي ما نحبهاش. نحب الكنب البلدي، نحب الحاجة عامة يعني اللي تخلي الكيس بتاعها الكسوة بتاعتها وتغسليها وترجع تاني نظيفة. اللهم بارك يعني. الحاجات التانية دي مهما عملت فيها برضو ما نرتاحش لنظافتها يعني، مش هتبقى نظيفة زي ما انت هتخليها الكياس وتغسليها يعني. الكسوة بتاعتها تتغسل وتنضف وترجع تاني جديدة زي ما هي. اللهم بارك. يعني نشوف انترهات وحاجات عند ناس قرايبنا، يعني الناس جابتها وبعد ما جابتها ركنتها او بعتها مستعمل واشترت كنب بلدي. بالنسبة لنا هنا في الصعيد يعني عشان التراب والغبار على طول والعفن، فالانترهات والحاجات دي عايزة الاماكن النظيفة اللي هي ما فيهاش تراب ولا بتاع. والعيال ودهس العيال طبعا طول اليوم قاعدين، تعتبر الأوضة دي احنا قاعدين فيها طول اليوم. طول اليوم قاعدين قدام الشاشة العيال، يعني قعدتنا كلها فيها، فمش هينفع يكون فيها يعني انتريه ولا ركن ولا حاجات من ده خالص. بعد ما لبسناهم وخلصنا نفضنا طبعا تنفيضة تمام، ومسحنا الأرض كلها، جبنا تحت الكنبة طبعا وكلها في كل حتة. صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا حبايب قلبي الكنب البلدي ده قديم عندنا من فترة طويلة، يعني بقالها 20 سنة من يوم ما اتجوزت. أنا ما يعني غيرت كل حاجة إلا الكنب ده، ما حبيتش نغيره. يعني عجباني فكرة إن أنا نخلع الأكياس دي ونغسلها على طول، ما عجبانيش فكرة الحاجة تحطيها كده وتتوسخ ما تعرفيش تنظفيها حتى. لا احنا ما عندناش شركات تنظيف ولا عندناش حاجات من دي اللي هي عداقبة في المدن يعني. دي مشاية برضو مضايقاني في كل حتة نقلب نعدل فيها، بس برضو هنلقى لها مكان. مشاية كهربائية دي كنت جبتها في مرة عشان كان يعني رجلي وجعاني، وهو إن شاء الله اقترحت على أبو منى يبيعها، مرضيش أقول خليها نحتاجوها، بس زنقاني في المكان والله مضايق عنا المكان. بس برضه هنقولها مكان إن شاء الله وهنوسع مكانها يعني. كان في كنبة في أوضة تانية عندنا على جنب في أوضة النوم، فطلعت الكنبة ودخلت المشاية جوا يعني. حطيت الكنبة على جنب في المكان اللي كانت فيه المشاية، ومسحنا فوق وتحت. نظفنا نظفت العيد كل سنة وانتم طيبين. لازم نظافة العيد دي مهما نظفتي لازم نظافة العيد دي تقلب وتعد للعالي واطي، حتى لو منظفاها ايدك فيها، احنا على طول يعني ايدنا فيها يوميا كنس ومسح، وخصوصا المكان اللي فيه اطفال دايما عيبه يعني مدهوس، فلازم كل يوم عاوز كنس ونظافة عشان الاطفال يعني. ما شاء الله خلاص لبسنا الكنب ولبسنا الأكياس اهو شغالين يعني. كل ما نلبس كنبة ننقل المخدات على الناحية التانية عشان نلبسها برضه. ده الفرش بتاعها بعد ما ربست الكنبة حطيت عليها البياضات هاي ما شاء الله. والله ولا أحسن من أنتريه، ولا أحسن من أي أحسن أنتريه، ولا أحسن من أي ركنة. علقنا الستار طبعا كله كنت منزلاه غسلاه يعني. اللهم بارك. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهو ما شاء الله الفينش الأخير اهو. الكنبة دي جبتها من الناحية الأوضة التانية يعني، فالكساوي بتاعتها مش زي الكنبة دي. وهو ما شاء الله ولا أحسن مجلس عربي اهو.
واحلى حاجة فيه ان انت كل شوية عايزة تخلع وتغيري وتلبسي يعني براحتك وتنظفيه، تغسليه ويرجع جديد زي الفل. اللهم بارك. اللهم ما شاء الله تبارك الله. دي بقى الكنبة دي اللي جايبينها من بره، جبناها من الأوضة التانية يعني، حطيناها إن شاء الله ربنا يقدرنا، وراح نجيب لهم الطقم كلهم عشان يبقوا كلهم لون واحد يعني. هنا خلاص بعد كده، بعد ما خلصنا تنظيف، العيال شرطوا عليا قالوا لو عملنا معاك وساعدناك يعني تعملي لنا حاجة حلوة، فقلت نعمل لهم شوية ميني مولتي يعني صغيرين بيحبوا ياكلوهم زي سناكس كده، رايحين جايين ياكلوا فيهم. هنا حطيت معلقتين خميرة على معلقة ونص خميرة على كوباية ونص مية، ودوبتهم بشوية طبق دقيق صغنن يعني تقريبا كوبايتين دقيق، وركنتهم على جنب لغاية ما نجهز بقى حاجتي يعني. هي بسرعة هيخمر ما ياخدوش 10 دقايق. هنا عندي بيضتين واربع معالق سكر وكوبايتين لبن. كوبايتين لبن هنحط قصادهم كوبايتين مية يعني. لو عايزة تعمليها بلبن خالص مش مشكلة عادي، لو عايزة تعمليها بمية خالص برضه مش مشكلة. عندي هنا كوباية الشاي الصغيرة دي مليتها زيت، حطيت نصها في العجين والنص التاني يعني خليته على جنب لما اخلص عجين. دول كانوا 3 كيلو دقيق بالظبط، عملت منهم الخميرة يعني. هتبقى منهم كيلو دول اللي اتعجنوا 2 كيلو ونص، هتبقى منهم كيلو، نص كيلو. اللهم صل على سيدنا محمد. بقى منهم نص كيلو في الاخر. انا الصراحه هنعجن ونحط بالبركه، لو كلاش يعني عايزه نظبط لكم المقادير ونقول لكم هذا قد ايه، كنت كبيت شويه ميه كنت حاطط باقي الدقيق. بس هم ما شاء الله عجنتهم وخدوا كوبايه ميه خامسه يعني كوبايتين اللبن كوبايتين ميه، جبت كوبايه ميه تاني عشان لقيت العجينه يابسه شويه في ايدي. كوبايه ميه يعني خلصتها برضو، يعتبر 3 كوبايات ميه وكوبايتين لبن. وهنا جبت باقي نص كوبايه الزيت اهو، وحبيت ان نقفل نملك به العجينة يعني عشان تنعم وتبقى حلوة معايا. عجنتها وملكتها خالص لغاية لما بقت زي الملبن ما شاء الله، بس خليتها شديدة شوية لأن الجو حرارة يعني نار. في الشتاء هنعجنها زي المية دي، لكن في الصيف هنحطها يعني نعملها ناشفة شوية عشان خاطر ما تسيحش وتتبطط معايا. هم ما شاء الله دهنت وشها زيت وغطيتها، خد الكوباية الخامسة اللي عنقولكمها، وهو ما شاء الله ما كملوش ساعة الا ربع واتنفخت العجينة وملت الحلة خالص. هنقطعهم هنا على 7 كور يعني، الكرة قد الرغيف الكبير كده اهو، قد الرغيف البلدي يعني مش الرغيف ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قطعتهم حطيتهم على صينية مدهونة. اللهم بارك. وهم جو 7 قطع يعني 7 كور. جبت الصينية المدورة عندي دي عشان يبقوا مقاس واحد كلهم، حطيت دهنتها زيت برضه، حطيت العجينة في قلبها، والعجينة ما شاء الله زي العسل يعني، لما خمرت تحسها زي الملبن في ايدك. فدبيتها طبطبتها بايدي لغاية لما ملت الصينية يعني. هنقطعها هنا على 8 قطع، وبعدين يعني نعمل كل قطعة على قطعتين، فدول 16 قطعة يعني. العجينة عملت 16 واحدة ميني مولتو اهو. سلكت الحراوف خالص بالسكينة، عملت لها فتحة من في الطرف الأخير. هنا الأول هنحشي بجبنة، حطيت الجبنة على الأطراف زي كده وابتديت نلفها ما شاء الله تبارك الله. نلفها نحطها على صاج مدهونة جنبي. مجرد ما خلصت تقطيعهم اختمروا ما شاء الله، كلهم بقوا زي الفل. العجينة ناجحة والجو حلو يعني، حلو في المعجنات مش حلو لينا يعني. أحلى حاجة تطلع معاك حلوة في الصيف المعجنات، لأن بتلاقيها بتخمر في نفسها مع نفسها بنفسها كده، لكن في الشتاء عايزة تدفئة وعايزة شمس وكده يعني. اهو خلصت الكمية، خلصت أول كورة، تاني كورة عملتها برضو جبنة وهنا عندي العيال عايزينها برضو شوكولاتة، عملت لهم كان عندي شوكولاتة خام، جبت حتة قطعتها وعملتهم يعني، عملت الكمية، عملت لغاية ما خلصت عندي كمية الجبنة، كملت الباقي بشوكولاتة. برضو نفس النظام يعني، قطعتها كده 4 وبعدين 8 وبعدين قطعتها يعني كل مثلث قطعتها حتتين تاني، نفس القصة. سلكت الحروف برضو. اللهم صل على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.
صلى على الرسول، وإن شاء الله إحنا وإنتوا جمعا يا رب زي الأيام دي، ونكون على جبل عرفات. اللهم أمين. أنا حطيت قطع الشوكولاتة كل حتة على طرفها، يعني حطيتها ونلفها بعد كده. بس طلعوا تحفة، اللهم بارك، وبألف ألف هنا وشفا يا رب الكل اللي كل منهم. بألف هنا وشفا. وهو ما شاء الله نلفهم برضه بنفس الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عملوا كمية محترمة، ال2 كيلو ونص عملوا كمية، 2 كيلو ونص دقيقة عملوا كمية حلوة معايا ما شاء الله. عملوا 8 صاجات تقريبا. هي لفت الكمية كلها ما شاء الله تبارك الله. عندي حمادة هنا، كل ما نحط حتة عاوز ياخدها، نديله في ايده برضه عاوز ياخد اللي على العجين. ربنا يبارك لي فيه هو واخواتي، رب يحفظهم ان شاء الله من كل سوء. هنا هو ما شاء الله مجرد ما خلصت تقطيع كان كل اللي عملته في الاول اختمر اهو، بقي ما شاء الله حاجة يعني زي الفل. ولعت الفرن على طول على نار عالية، وبعدين هديتها خالص عشان تطلع تسويتهم مظبوطة، ما يتلسعوش ويقعد من جوا ني يعني. اهو ما شاء الله تبارك الله. حطيت 4 صاجات في الفرن، وطلع الصورة ظلماء اللهم بارك، كان طلع لونها ذهبي حلو خالص. طلعت دول وحطيت ال4 صواني التانيين. عندي هنا جبت معلقة سمنة بلدي، ما نحبش ندهن بيض ولا حاجة يعني على وشه هو داخل الفرن. بعد ما اطلع من الفرن ندهن بسمنة بلدي على الوش، تديله تلميعة وفي نفس الوقت تديله طعم وريحة حلو ما شاء الله. وهو سخن اللهم بارك. اللهم اجرنا واياكم من نار جهنم. كان سخن وهش وقطن حلو خالص ما شاء الله تبارك الله. عايزة نقول لكم ان العيال بألف هنا وشفا، كانوا نصهم قدام الفرن. اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو 5 قطع على كف ايدي، يعني حجمها صغير ما شاء الله. وادي الكمية الباقية من اللي عملناهم يعني. والتسوية مظبوطة من فوق ومن تحت ما شاء الله، ولا قوة الا بالله. اهو هنا برضو عندي عايزة نوريكم يعني. الأول حاولت نظبط لكم المقادير يعني، وهنحاول نظبطها برضو عشان اللي عايز يتعلم. ده الفينو ده كنت عاملاه في الشتاء ما شاء الله أيام المدارس. عملته من يعني بالبركة، ما حطيتش مقادير مظبوطة، عملتها بالبركة وما شاء الله يعني. كل حاجة نعملها بالبركة هتطلع مظبوطة اللهم بارك يعني. أحلى من بتاع الأفران وحلو خالص، ضاري وهش وقطن وخفيف خالص، وفي نفس الوقت يشبع. بتاع الأفران ده بيبقى زي الورقة، ما فيهوش أي لب ولا فيهوش أي حاجة تسند يعني. ده معجون بلبن وبيض، حتى العيال لما بتطلع على المدارس تضمن إنها تاكل حاجة مضمونة وتغذيها يعني. اللهم بارك. هنبقى نعمل لكم في حلقات جاية تاني طبعا، يعني فيديوهات جاية تاني هنعمل لكم فينو ونعمل لكم حاجات حلوة كتير. استنونا واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.